أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من قناتكم منوعات آدم. النهاردة جايبين لكم تفاصيل الزيارة المفاجأة اللي كل الناس بتتكلم عنها، زيارة وجدان المغربية وسامي من برنامج اسمه ونصيب في شوارع الرياض. إيه اللي جابهم هنا وإيه حكاية الزيارة؟ يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وجدان اللي عرفت تخطف الأنظار في الموسم الثاني من برنامج اسم ونصيب، معروفة بجمالها وبشخصيتها اللطيفة لدرجة إن الناس بيسموها باربي البرنامج. أما سامي فالناس عارفينه بشخصيته القوية وتواجده المميز في البرنامج. ظهورهم سوا في الرياض خلى الناس تبدأ تتساءل، هل هم جايين عشان حاجة تخص البرنامج ولا في حاجة تانية بتحصل ورا الكواليس؟ اللي عايز تعرفه أكتر إن مشاركة وجدان في البرنامج زادت من شعبيتها بشكل مثير، وعدد متابعيها على الانستجرام تجاوز 340 ألف، وعلى تيك توك أكتر من 105 ألف، مع تفاعل غير عادي على السوشيال ميديا. بس الحقيقة يا جماعة إن زيارتهم لها علاقة بأعمال جديدة. أيوة، سامي ووجدان بيشتغلوا على مشروع مشترك جديد هيبهر الجمهور، وكمان بيخططوا لحاجات تانية ممكن تكون مفاجأة في موسم الرياض. تابعوا معانا عشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، ومستنيين تعليقاتكم. تتوقعوا ايه المفاجأة اللي هيحصل؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.